ليه مخي مدمن سكر؟ فين السكر ده؟ سكر غلي وين حله ايه؟ السلام عليكم، ازيكم شباب؟ إيه الاخبار؟ معاكم ساموي. حلقه النهارده مهمه جدا تعالى كده، عايزك تفكر معايا في حته دونت او ايس كريم او احلى شوكولاته بتحبها او احلى فاكهه بتحبها. هل ريقك جري؟ تعالى اقول لك المخ فكر في ايه دلوقتي، وليه عايز سكر، وليه لما باكل سكر بعوز كمان. ايه هو السكر اصلا؟ السكر اللي هو كربوهيدرات، ولكن في انواع كتير من الكربوهيدرات. لما تكسرها في كربوهيدرات سريعه جدا بيمتصها الجسم بسرعه قوي، زي جلوكوز، فركتوز، لاكتوز والى اخره، اللي بتخلي الانسولين يطير في الهواء، وده اللي بيسبب مشاكل كتير. بمعنى لو دخل سكر في الدم بسرعه بكميه كبيره، اللي هو الانواع السريعه، جسمي لازم على طول يفرز كميه انسولين عشان يحافظ على ده، عشان يرجعه ويدخله جسمي. عشان كده في انواع ابطا شويه زي السكروس والكرب المعقد مثلا، اللي بتاكله بياخد وقت في الهضم وبيريليس الشجر في الدم ببطء، فالانسولين يريليس ببطء ويعرف يتعامل معاه. ما هو السكر؟ ليه مخي مدمن سكر؟ ليه لما باكل سكر ببقى عايز كمان؟ فين السكر ده؟ هل السكر ده فقط السكر اللي انا عارفه؟ لا، مبدئيا للاسف الشديد البني ادمين حطوا سكر في كل حاجه، لانه ليه اديكتيف افكت ادماني. فحتى الكاتشب، اي معلبات هتلاقيها فيها سكر، الزبادي، حاجات انت عمرك ما هتتخيل ان فيها سكر. لف بص ورا تحت كربوهيدرات هتلاقي كاربز اوف وات شوجر، وهتشوف برضو انواع الشوجر وقد ايه الشوجر ده هيبقى سريع وهيسبايك ايه الانسولين. طيب بيحصل ايه لما اكل سكر؟ تعالى كده نتخيل ان احنا خدنا حته شوكولاته. حلو. اول حاجه اللسان، الطعم. اللسان بيبعت مسجز ريسبتور للمخ، حته في المخ بتعرف ده مالح، مر، وحش. مش انت ساعات تاكل حاجه فيبعت رساله لمخك طعمها وحش، مخك بيحفظ الذاكره دي، وعشان كده لما يشوف او يشم الاكل ده بيشمئز وبيتقفل منه، مع ان انا ما دقتوش، بس مخي فاكر طعم الوحش اللي دقته فمش عايز من ده تاني. ليه الاطفال ما بيحبش البروكلي او ما بيحبش الخضار سوتيه زي الشوكولاته؟ ليه انا جبت المثالين دول؟ ما هما الاتنين كربوهيدرات، والاتنين بيكسروا يدوني جلوكوز في الدم. ايه الفرق بين ده وده؟ ده السكر فيه عالي جدا وارتفيشال، مش طبيعي، مش ناتشورال. من كتر ما فيه سكر كتير وصلني لاحساس جديد خالص. فعمل ايه؟ رفع بار الاحساس بالسعاده. فبقيت عشان اشعر بالسعاده البروكلي والرز والحاجات، يعني خضار، رز، بطاطس، مش عارف، كل ده بيبقى اقل لحد ما توصل للسكر، لانه كلما زاد السكر في الاكل كلما وصلت لسعاده اعلى. فلما بمتنع عن السكريات زي الشوكولاتات والكلام ده بنزل البار، فبيبقى يجي لي كريفنج بقى، احساس ان انا عايز اكل رز، عايز اكل بطاطس، عايز اكل عيش اللي هو كارب، بس ايه ابسط، انا نزلت بار السعاده بتاعي. اجي بقى اكل حلويات يطلع هنا تاني، اكل بقى كربوهيدرات ما احسش بنفس السعاده، فاحس ان انا عايز احلي بعد الاكل، احلي بعد الاكل، مع ان انا كلت وكان في كربوهيدرات، بس عشان انا عودت جسمي ومخي انه في احساس هنا من السكر، فبعد الوجبه انا نفسي احلي. ازاي جسمي بيديني مكافاه؟ اقوى مكافاه ممكن تاخدها من جسمك، من مخك، الشعور بالسعاده الرهيب هو الدوبامين. الدوبامين ريسبتورز في المخ مش في كل حته، وفي حتت اكتر من حته. عشان كده مثلا التدخين، الالكهول، الخمره، مثلا المعاشره، في حاجات معينه بترفع ليفل الدوبامين جامد قوي. وللاسف الحاجات دي بتبقى اكتر حاجات ضاره للجسم. اكتر حاجات بترفع الدوبامين من المخ، يعني بيبعت رسائل دوبامين عاليه، سعاده عاليه، بتبقى غالبا ضاره. لو هي مفيده مع الوقت
بيقل احساسك بالسعاده اللي هو الدوبامين بيقل. لما باجي اكل وجبه الدوبامين عندي بيترفع. لو كلت نفس الوجبه كذا مره وكذا يوم الدوبامين بيبدا يقل، شعوري بالسعاده من الوجبه دي بيبدا يقل. السبب وراء هذا انه مخك عايزك تاكل عناصر واكل مختلف عشان جسمك يدخل له جميع العناصر، سواء فيتامينز، امينو اسيدز، كربوهيدرات، دهون صحيه، مينرالز، كل ده جسمك بيكريفه، بيبقى محتاجه. فعشان كده ممكن تحس ان انت محتاج مثلا حاجه حادقه، بس ده مثلا بيبقى نقص في كروميوم او صوديوم او حاجه في جسمك، فبتحس باحتياج مشتهي نفسي في كذا، ده بيبقى فيه نقص معين في جسمك. طيب واحده واحده، يعني السكر هو البنزين، الفيول، الطاقه. حلو. ازاي استعمله صح؟ انا دلوقتي لو خدت حاجه مسكره فيها سكر عالي، فيها بنزين كتير، دخل سريع رفع الانسولين، جسمي يخزن اللي هو عايزه في الاماكن اللي بيقدر يخزنها، الزياده ده هيعمل فيه ايه؟ هيحوله لدهون. وكده كده البروسيس ده ضار جدا للجسم. لما ادي جسمي حاجه زياده عن اللي هي محتاجاه بتبقى بتحاول تتخلص منه متضايقه، وفي نفس الوقت مخك عايز تاني وبتضرب تاني، بلس انسولين بيطير وينزل تاني. طب لما بتمرن وباكل هيلثي، يعني باكل كارب اللي هو جلوكوز بس بطريقه صحيه زي رز والى اخره، بيفضل يديني جلوكوز في الدم باعتدال. حلو. فجسمي بيعرف يخزن في الاماكن الصح ومش بيفيض منه كتير. بروح اتمرن فبفقد الجلايكوجين، بفقد الكربوهيدرات دي من عضلاتي ومن الكبد والى اخره، وفي نفس الوقت في الدم باتزان كربوهيدرات فبترجع تفولها. تخيل بقى البروسيس ده لو عملناه بسرعه قوي مش هيظبط، عمره ما هيظبط. لو دخلت كميه بنزين كتير وانا بحرق في ساعه وبعدين بقيت اليوم مفيش، وبعدين بنزين كتير مفيش، بنزين كتير مفيش، جسمك مش بيشتغل كده. جسمك عايز تدي انسولين ليفل عشان حتى الهرمونات التانية تعرف تشتغل. ما خلي بالك انت شغلني بالانسولين دلوقتي والسكر اللي انت عمال تاكله، انا مش عارف اركز وافرز جروث هرمون واشوف انا هريكفر ازاي وابني ازاي واعمل ازاي، لان انت جاهدني ومفرهدني في حته انا مش محتاجها. انت عمال تديني سكر انا مش محتاجه وبطريقه غلط. انت بتديني سكر كتير قوي بيخلص في 10 دقايق، اعمل ايه؟ اما لو اديتني سكر متوسط وبيقعد ساعه ساعتين هعرف بالانس هوموستاتس، جسمي يوصل الى اكويليبريم، ابقى في صحه كويسه. يبقى رحله السكر من بعد ما باكلها في انزيمات بتكسر كل نوع سكر، السريع قوي والوسط والبطيء اللي هي الكربوهيدرات المعقده، بعدين بيخش في الدم، يطلع الانسولين ياخده يوديه الكبد، الكبد يخزن، فول الكبد وين اروح؟ العضلات، فولت العضلات وين اروح؟ دهون. هل ده ممكن يحصل لو انا مثلا سامسونج في جداولي بدي كربوهيدرات معقده كومبلكس كارب على مدار اليوم في جميع الوجبات من 4 ل 5 6 وجبات في اليوم؟ ده بيعمل ايه؟ انا كده حاسب جسمي محتاج طاقه قد ايه وموزعه على مدار اليوم وباعتدال. فجراف الانسولين عندي عامل كده، معتدل هادي، ماشي في مكان هادي، فمدي مساحه للهرمونات التانية سواء تستوستيرون جروث هرمون كله برضه يعتدل. الاعتدال اهم حاجه للوصول لاحسن حاجه. طب انا دلوقتي باكل سكر سريع في اوقات مختلفه في اليوم، هتلاقي طبيعي الجراف دخلت سكر سريع سبايك، وبعدين ايه بقى؟ ما بينزلش عادي كده، لا بيدايف، لانه كل اي فعل ليه ردة فعل. فما دام طار لفوق لازم ينزل تحت مكان بكتير كمان. فحس هنا ايه؟ بهبوط وعرق وتعب ودوخه. I need more. بدل بقى ما اروح اكل وجبه رز مثلا فتهدي لي الدنيا ككربوهيدرات مع بروتين مع فات، وجبه كامله متكامله، فبيخش في الدم مع اصحابه وداخل بهدوء وبعقل، بدل ما اقوم شوكولاتايه لوحدها سكر فقط وسريع. اظن فهمتوا قصدي. طبعا انا بعمل جداول تمرين وتغذيه ومكملات، لو محتاج سامسونج يساعدك هتلاقي الرقم في الديسكريبشن، كلمني واللي انت عايزه هعمله لك كاستمايزد بالاكل اللي انت بتحبه. خلي بالك لو فهمت الدايت ممتع جدا ولذيذ جدا وفيه تنوع كتير
وعندنا كتاب ال100 وصفة، عندي 100 وصفة أكل صحي بطعم حلو قوي، يعني هتحس بنفس شعور السكر ولكنه مش سكر. هنا بقى التركات اللي بنعملها في حاجات زي المحليات والكارب البطيء مع بروتين مع فات، فجسمك بيشعر بسعادة بس مش بدخل في دم سكر جامد. لو محتاج مساعدتي ابعت لي، اكتب سام سموي في أي حتة، هتلاقيني بعمل شورتس مقاطع قصيرة كل يوم بديك معلومة مفيدة. يا رب يكون في ميزان حسناتنا. بشكركم جميعا. لو في أي حاجة حابين نتكلم فيها اكتبوها لي في الكومنت. كان معاكم سام سموي and we are out.